السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الكورة المصرية مع تامر. منذ قليل انتهت مباراة النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في الدوري العام المصري. طبعا دي أول مباراة للنادي الأهلي بعد مونديال الأندية وبعد خوض مباراة في كأس أفريقيا والهزيمة أمام نادي سيمبا في آخر مباراة النادي الأهلي قبل الدوري العام. تقدم نادي طلائع الجيش على النادي الأهلي من ضربة ثابتة من بره 18، أحرزها أحمد سمير الهدف الأول معلنا لنادي طلائع الجيش. ثم تعادل جونيور أجاييه من ضربة رأسية للنادي الأهلي في الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول 1-1. أحرز النادي الأهلي في الدقيقة 91 الهدف الثاني لجونيور أجاييه ليفوز النادي الأهلي 2-1. مباراة متوسطة. نادي طلائع الجيش قدم مباراة كويسة أمام النادي الأهلي. مستوى النادي الأهلي مش قد كده. مستوى النادي الأهلي على ما أعتقد شابوه محمد الشناوي. مستوى النادي الأهلي 60% محمد الشناوي مستوى النادي الأهلي. نخش على أخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك ضم 20 لاعب للقائمة، عنده مباراة هامة جدا في الدوري المصري غدا أمام وادي دجلة. ضم القائمة 20 لاعب، استبعد شيكابالا للإصابة وحازم إمام للإصابة، واستبعد من القائمة في لغز من مستر باتشيكو الحارس محمد أبو جبل الحارس الأساسي لنادي الزمالك. أيضا استبعد أحمد سيد زيزو لسبب الإرهاق. طبعا في لغز من مستر باتشيكو على استبعاد الحارس محمد أبو جبل، ده الحارس الأساسي لنادي الزمالك والمفروض اللي هو منضم لمنتخب مصر. لو انت مستر باتشيكو حابب هتبدأ بجنش في مباراة الغد، ما ينفعش تستبعد الحارس الأساسي لنادي الزمالك، تستبعده بره القايمة خالص. مباراة صعبة لنادي الزمالك غدا. طبعا دي مباراة قبل مباراة الترجي. طبعا نادي الزمالك عنده مباراة هامة جدا المباراة بكرة. طبعا النادي الأهلي فاز. نادي الزمالك طبعا عايز يواصل تربعه على القمة بفوزه على نادي وادي دجلة. لو قدر يفوز على نادي وادي دجلة غدا إن شاء الله. مباراة صعبة، وادي دجلة بيمر بظروف صعبة في الدوري الممتاز في الجدول الدوري وفي أواخر جدول الدوري. المباراة هتبقى صعبة. هتقول لي ده فرقة المركز اللي قبل الأخير أو الأخير في الدوري الممتاز ونادي الزمالك متربع على القمة، ماشي. ما هي هتبقى عشان كده صعبة، إن وادي دجلة هو عاوز يطلع من المنطقة اللي تحت، عاوز يطلع من المنطقة اللي تحت، فهينزل وهتبقى المباراة مش هيفرط في التلاتة بونت بسهولة. إن شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك غدا في مباراة وادي دجلة إن شاء الله. نادي الزمالك هيخلص مباراة وادي دجلة، هيتجه إلى تونس يوم 3 مارس بمشيئة الله لخوض مباراة نادي الترجي السبت القادم أمام نادي الترجي في ثالث مباراة دوري المجموعات. المباراة هتبقى الساعة 6 بتوقيت
مصر. تمنياتنا بالتوفيق لنادي الزمالك. مباراة صعبة على نادي الزمالك. نادي الزمالك لعب أول مباراتين في دوري الأبطال، تعادل مباراة على أرضه قدام المولودية، المباراة التانية أمام الفريق السنغالي، والمباراتين انتهوا بالتعادل، ونادي الزمالك قدر يحصل على نقطة ونقطة، ويبقى نقطتين يحتل بيهم المركز التاني أو التالت، يعني المولودية بفرق الأهداف هو نادي الزمالك. طبعا نادي الترجي 4 بونت. المباراة هتبقى صعبة على نادي الزمالك. يهم نادي الزمالك إنه ما يخسرش مباراة الترجي. نادي الزمالك يهمه جدا ما يخسرش مباراة الترجي. لو ما قدرتش تطلع فايز، اتعادل، نتيجة إيجابية لازم. إنما علشان تطلع لا قدر الله مهزوم، على ما أعتقد يبقى فرصك في الصعود لدور التمانية بقت صعبة جدا جدا جدا. علشان كده نادي الزمالك عندها الخبرات. نادي الزمالك لعب نادي الترجي العام الماضي 3 مباريات. مباراة السوبر الأفريقي كلنا عارفين، وقدر نادي الزمالك يفوز 3-1. أيضا في نفس الشهر بعدها بالظبط بأسبوعين قدر يلعب معاه مباراتين تاني في دور التمانية في دوري الأبطال العام الماضي، ونادي الزمالك قدر إن هو يخرج نادي الترجي من البطولة. فعشان كده المباراة هتبقى صعبة. بنقول نادي الزمالك انه لعيبته رجاله ولعيبه تقدر باذن الله ان هم يعدوا المباراه ديت لبر الامان، يعني ان شاء الله ان شاء الله يبقوا موفقين، وان هم يقدروا. لو ما قدرش يحصل على الثلاثة بونت بقدر الامكان اخرج بنقطه. هيجي لك الترجي هنا ان شاء الله نقدر ناخد منه. هيبقى الترجي 5 بونت، انت هتبقى 3. الترجي جاي لك هنا، ده في حاله تعادلك. الترجي جاي لك هنا تقدر تفوز عليه من 3 بونت، خلاص خدت 6 بونت، عديت الترجي. برضه كنت هتبص لنتيجتين بس انت توصل ل 6 بونت تمام. هتروح تلعب المولوديه هناك. فريق المولوديه انا شايف ان نادي الزمالك يقدر يفوز عليه هناك. ما ننساش ان المباراه من غير جمهور، وده عامل يعني عامل حلو لنادي لجماهير لنادي الزمالك او للنادي الاهلي وهم بيلعبوا في بطوله افريقيا. طبعا المباراه كانت بتبقى صعبه جدا على نادي الزمالك او النادي الاهلي لو هم بيلعبوا في بطوله افريقيا، سواء رايحين الجزائر، رايحين تونس، رايحين المغرب. كلنا عارفين المباراه بتبقى صعبه حتى لو الفرقه قليله. لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك بيبصوا لمنظر الجمهور في الاستاد، ما بيركزوش في الملعب. معروفه، لان الجماهير بتاعت شمال افريقيا جماهير جامده بترعب الملعب الصراحه. فانت فرصه ليك، انت بقالك 11 سنه ولا 12 سنه بتلعب من غير جماهير اصلا، وانت خدت على الموضوع ده. فانت حط في اعتقادك لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك انت رايح تلعب بره مصر، مفيش جماهير، بلعب بقى مع مين؟ ما انا كده كده بلعب مفيش جمهور ولا هيشدني، ولا جمهور هيضغط عليا ويحط عليا ضغط وبتاع وصوت الجماهير وشماريخ، مفيش الكلام ده. انت الدنيا فاضيه، الملعب ساحه قدام منك فاضي، اكنك بتلعب بالظبط في استاد القاهره. انت طبعا مفيش جمهور، انت مركز ان الملعب فاضي. هو بالعكس الموضوع جديد عليه، يعني هو الموضوع بالنسبه للناس دي انك انت بقالك 11 سنه وخلاص خدت على كده. انما هم الموضوع بالنسبه لهم ايه؟ جديد عليهم، لسه السنه اللي فاتت بس. فدي فرصه ان شاء الله لنادي الزمالك انه يقدر يطلع ببر الامان من مباراه الترجي. وعندك 3 مباريات تاني، عندك هتبقى مباراتين تاني على ارضك ان شاء الله نحصل 6 بونت منهم، وعندك مباراه بره حتى برضك لو ما قدرتش ان انت تفوز فيها في الجزائر تقدر تاخد بونت منهم، وباذن الله ال8 بونت نقدر نصعد ونعبر لدور الثمانيه. عندي اخبار عن مصطفى محمد.
أمس مصطفى محمد يتألق كالعادة، الأناكوندا يتألق ويحرز هدفين لفريق جلاتا سراي، ويتربع على القمة في الدوري التركي. مصطفى محمد 6 مباريات ب6 أهداف. هو طبعا مصطفى رد على ناس كتير. مصطفى محمد أنا بقول لكم مصطفى هيلعب في أندية كبيرة جدا. مصطفى خلاص حط رجليه على أول طريق العالمية زي صلاح، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. البعض في مصر كان بيهاجم مصطفى محمد رغم انه كان متألق مع نادي الزمالك، كان متألق. الكابتن احمد بلال وما زال يهاجم مصطفى محمد. السر في كده مش عارف، يعني انا نفسي السر، يعني انا معلش انا يعني انا لو شاف مصطفى ما انت مصطفى وحش اصلا، ويجي الاخ الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لما اتسأل على مصطفى قال لهم مصطفى لسه محتاج شغل، ويجي مصطفى يرد عليه بأهداف ولا أروع في دور قبل النهائي أمام نادي الرجاء المغربي، ويحرز هدفين ولا أروع. ليرد على الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر. معلش انت قلت مصطفى عاوز شغل، طب مين اللي يعني مش عارف، هو الراجل رد عليك، طب شغل ايه تاني اللي ممكن يتعمل؟ يعني انت شايف شغل ايه تاني اللي ممكن يتعمل في مصطفى؟ رد عليك، لعب تاني في نادي الزمالك، جاب اهداف، رد عليك واهداف صعبه. راح تركيا 6 ماتشات 6 جوان، رد عليك. اعتقد كده الرساله وصلت لحسام البدري. واحمد يا بلال ما تبينش الحقد والغل لمصطفى، مش هقول لك اكتر من كده عشان شكلك بقى وحش. انا بقيت محروق لك والله، لان كل ما بتهاجم مصطفى كل ما بيتألق. عارف لو انت بتهاجمه هو ولد مثلا ايه حط في نفسه ما بيتألقش هنقول ماشي. فنتمنى التوفيق لمصطفى ان شاء الله. مصطفى انت مركز. طبعا كان خطأ كبير جدا جدا من نادي الزمالك على ما اعتقد، من الاداره المكلفه، الاداره المؤقته المكلفه، ان يحط بند، وده كارثه، كارثه بمعنى الكلمه. مصطفى سعره عالي لما تيجي يا الاداره، وازاي اصلا انت تحط بند حقية البيع؟ جالك نادي جلاتا سراي عاوز مصطفى، اتفضل يا مصطفى، اعاره سنه، ماشي اعاره سنه هيلمعهولك. الدوري التركي متشاف زي ما جاله كده عقود، ودوري انجليزي مش عارف مين فريق ايه بيتكلم عليه، وفريق وعايزينه مش عارف بكام وب 30 مليون ومش عارف وايه استرليني، وارقام و200 مليون وارقام بتتضرب فوق للاسف. انما اداره الزمالك ما اعرفش اتعاملت ازاي بالموضوع ده، يعني انا مش عارف بجد. ضيعت موهبه من ايديك وضيعت ملايين داخله النادي الزمالك. لازم المسؤول اللي وافق وحط البند ده في عقد مصطفى محمد لازم يتحاسب، لازم يتحاسب، والله لازم يتحاسب. ده كارثه. خلاص هو هيفعل العقد وهياخد منك مصطفى 4 مليون دولار. يا فرحتي، هو يروح يبيعه بكام بقى؟ يوصل ل 200 مليون جنيه.
اما انا حطيت ايه شرط بند احكي في لو جيت يتباع لاي نادي 15%. هيطلع لك قد ايه 15%؟ يعني اضرب كده 15% لو اتباع ومش عارف ايه هيطلعوا لك قد ايه؟ تلاقي نفسك واخد 3 4 مليون جنيه. يا سلام. لا تعليق. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.